السلام عليكم. دلوقتي ان شاء الله يا ولد هنشرح. مستر انا سمعت ان انت عملت، انا اسف المقاطعه الاول، انا سمعت ان انت عملت ملخص خطه انقاذ لاولى اعدادي. الحقني تانية اعدادي غرقان، ابويا لو عثر فيا هيعلقني مكان النجف. اتصرف. مش عارف اي حاجه في المنهج، الامتحان كمان اسبوعين، 10 دقايق بقى زيهم، ربع ساعه، اي حاجه، المهم احنا بنضيع. كل اللي يسيب اللي في ايده انسى، كل اللي اتقال وكل اللي هيتقال وكل اللي قلناه وكل اللي كنا هنقوله. هنركز دلوقتي على خطة لإنقاذ ولادنا في تانية إعدادي، زي ما عملنا لإخواتهم في أولى إعدادي، وزي ما عملنا هناك 9 خطوات هنعملها هنا في 8 خطوات. هنتحدى نفسنا وهنتحدى الملل وهنتحدى ميلودي وهنتحدى محمد صلاح. احنا اهون من المخدرات، احنا اهون من محمد صلاح. بص يا سيدي، كالغيث كن املا وجد من دون مقياس. الموضوع بسيط جدا، هنرتبها على 8 افكار. 8 افكار. خليك معانا انت كمان اللي في الكاميرا. اول فكره ان احنا هنجيب الجمله بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، اللي بتتكون من 3 عناصر لا يتغيرون ابدا: الفاعل ثم الفعل ثم عمك الحاج المفعول، نحط الشرط عشان ما تزعلش. والفاعل ده زي ما قلنا هو ده اللي بنبدا بالانجليزي دايما في اي وقت واي مكان واي زمان، وهو 7 اشخاص لا يتغير لا يتبدل لا يترحرح، اللي هو اي، انا، هي، هو، شي، هي، ات للماز وغير العاقل، يو انت يا علاء اللي معايا في الكاميرا، يو احنا كلنا الناس اللي قاعده معايا، زي هم ناس مش معانا متابعين من حته ثانيه. ولكن احنا هنبدا عادي الجمله باي اسم عشان نثبت عليه جملتنا، وليكن ساره. عندك بعد ساره هنجيب الفعل مثلا وليكن بلاي، ان ساره دي بتلعب او بتمارس اي رياضه. ثم هنجيب المفعول اللي هو وليكن تنس. عايزك بقى تثبت لي الجمله دي في دماغك لان هي دي اللي هنبني عليها كل الافكار. نبدا باول 5. اول 5 افكار هما 5 ازمنه، 5 قواعد لازم تفهم الفرق ما بينهم بدون اي لخبطه، لان ببساطه دول يعتبروا نص المنهج. ال5 افكار دول نص المنهج، ال3 افكار التانيين المنهج الثاني او النص الثاني، وخلصنا الليله. طيب ايه هم يا مستر؟ اول حاجه عندي 3 قواعد اسمهم القواعد البسيطه، لازم تعرفهم. اول واحده هي المضارع، لما حاجه تحصل دلوقتي في المضارع البسيط. تاني حاجه هي الماضي، امبارح مثلا في الماضي البسيط، لما حاجه تحصل بعد كده في المستقبل البسيط. طيب نعمل الكلام ده ازاي يا مستر؟ اقول لك يا سيدي. ايه الفرق بين بلاي في المضارع البسيط، بلاي في الماضي البسيط، بلاي في المستقبل البسيط؟ زي ما شرحنا لاخواتكم في اولى اعدادي وقلنا ان في بلاي في المضارع البسيط بنضيف اس. خلي بالك ان الفرق يعتبر ما بين اي قاعده والثانيه ان احنا بنضيف حرف بسيط جدا بيغير في هذه القاعده. يعني في المضارع البسيط بنضيف اس، اول ما يقول لك مضارع بسيط قول له اس، يديك مضارع بسيط اديله اس، يديك اس اديله مضارع بسيط، ما تسكتش. بعد كده لو قال لك ماضي بسيط اديله اي دي. مش هنقلش نفس قلشه المره اللي فاتت، مش ناقصه سخافه، يعني ما حدش يقول لي ايدي ولا رجل يا مستر، لا اكيد مش هنعمل كده. بلاي بلايد بنضيف اي دي. طيب ايه الفرق بين الاس دي والاي دي؟ بالراحه. الاس هنا في المضارع البسيط بتضاف مع هي وشي وات، مش مع اي شخص ثاني. بينما الاي دي في الماضي البسيط تضاف مع اي شخص ايا كان هو مين. اي بلايد، هي بلايد، شي بلايد، وي بلايد، زي بلايد، محمد بلايد، لص سيد العجلات بلايد، كل الناس بلايد. طيب وفي المستقبل بنضيف حرف يا مستر هنا؟ ما بنضيفش حروف، بنضيف قبله كلمه ويل. واللي دي معناها سوف، حاجه جايه في المستقبل وبيجي وراها الفعل ولا في اس ولا في دي، بيجي فاضي تماما. طب واللي دي بتيجي مع اي شخص يا مستر؟ ايوه بتيجي مع اي ويل، هي ويل، شي ويل، وي ويل، زي ويل، وكل الناس ويل، وبتكمل عادي مفيش اي مشكله. طيب يبقى باختصار شديد المضارع البسيط بنضيف له اس مع هي وشي وات، والباقي لا، اي بلاي بس كده. الماضي البسيط بنضيف له اي دي، هي بلايد، شي بلايد، اي حد بياخد بلايد. المستقبل بسيط ويل بلاي، والدنيا بتمشي زي الفل. بس خلي بالك ان في بعض الافعال في الماضي البسيط لما بنيجي نضيف لها اي دي زي جو تلاقيها اتحولت لود، ودي افعال زي ما قلنا قبل كده وبنقول افعال شاذه غير منتظمه، بتحفظ كما هي بدون اي بدون اي لخبطه. اي فعل يقابلك بتحفظ الماضي بتاعه. جميل جدا، دول اول 3 افكار. طيب بعد كده عندي الفكره رقم 4 والفكره رقم 5 اللي بنسميها الافكار المستمره. فعندي منهم مضارع مستمر وعندي منهم ماضي مستمر. لازم برضو تعرف الفكرتين دول. اولا زي ما قلنا زمان، اول ما يقول لك مستمر تقول له اي ان جي، اول ما يقول لك مستمر تقول له اي ان جي، اول ما يقول لك مستمر تقول له اي ان جي، اول ما يقول لك مستمر تقول له اي ان جي. عدتها لك 4، عيد الفيديو اسمعها انت كمان 4، بالليل 4، الصبح 4، تلاقيها بقت معاك 16 مره، ربنا يكرمك وتحفظها. فبنضيف اي ان جي للفعل. بعد كده بنجيب قبله هنا لو مضارع بنجيب ام مع اي، از مع المفرد، ار مع الجمع. فساره طبعا بنتنا ساره از بلاينج، ساره بتلعب، مضارع مستمر. ثم لو ماضي بتجيب واز، عمك الحاج واز او عمك الحاج وير،
was للمفرد وير للجمع، فبتقول برضو ساره was playing كانت تلعب. كده انت فاضل لك ايه يا باشا؟ فاضل لك انك ببساطه تعرف ايه الفرق بين الرجاله دول عشان لما تيجي تحل. فلما هتيجي مثلا في المضارع البسيط، ايه اللي انت محتاج تعرفه في ثانيه اعدادي عن المضارع البسيط؟ محتاج تعرف فكرتين اتنين. الفكره رقم واحد يعني ايه مضارع بسيط؟ مضارع بسيط يعني تكرار، تكرار يعني مضارع بسيط، مضارع بسيط يعني تكرار، تكرار يعني مضارع بسيط، مضارع بسيط يعني تكرار، تكرار يعني مضارع بسيط. مره في الفطار، مره في الغداء، مره في العشاء، تقعد تكررها هتلاقي نشب المضاد الحيوي كده هتثبت معاك في الاخر وهتاخد مناعه وتبقى زي الفل. مضارع بسيط يعني تكرار، تكرار يعني مضارع بسيط، راحه جايه جايه راحه تلاقي الدنيا زي الفل. فاول ما يقول لك ساره بليز، يعني ايه ساره بليز؟ يعني بتلعب كتير. ساره ستادز، ساره بتذاكر يعني ايه؟ ساره بتذاكر كتير. ساره ايتس فيش، بتاكل سمك كتير. ساره ستادز ماث، بتذاكر رياضه كتير، وهكذا. اول ما تسمع مضارع بسيط قول له تكرار. اول ما تشوف كلمه من كلمات التكرار زي always مثلا قول له ده مضارع بسيط يا باشا. فالفكره الاولى انك عرفت التكرار. طيب الفكره الثانيه على المضارع البسيط اللي عايز تعرفها اللي تبنيه للمجهول. يعني ايه ابنيه للمجهول ده يا مستر؟ مش فاهم. يعني هبدل ساره مكان المفعول، يعني بدل ما تبقى ساره بلاي تنس هجيب تنس في الاول، فتنس يجي في الاول كده يا باشا، ثم تجيب بلاي يا باشا مكان المفعول، فتجيب بلاي وتحطه في الماضي، ثم تحطه في النص بي عشان ده مضارع بيتحول لام وز وار. فلازم تعرف فكره المبني المجهول في المضارع البسيط، انك بتجيب المفعول في الاول، ثم بتجيب ام وز وار، ثم بتجيب التصريف الثالث من الفعل ايا كان هو ايه. فصار فالتنس از بلاي، يلعب التنس، برضه بتدل على التكرار، برضه بتدل على المضارع البسيط، ما فيهاش اي مشكله، ولكنها الفرق بدل ما بدات بالفاعل فخدت فعل في اس، بدات بالمفعول فخدت ام وز وار زائد التصريف الثالث. وهنا نقف لنا وقفه مهمه جدا. تبص هنا تلاقي ام وز وار زائد اي ان جي، وتبص هنا تلاقي ام وز وار زائد التصريف الثالث. افهم الفرق منين؟ لما تبقى هنا اي ان جي اعرف ان اللي في الاول فاعل، لما تبقى ام وز وار وراها اي ان جي اعرف ان اللي في الاول فاعل، بينما لما تبقى ام وز وار وراها اي دي اعرف ان اللي في الاول مفعول. خلي بالك بالراحه، لما تلاقي هنا اي دي تعرف ان اللي في الاول مفعول، لما تلاقي هنا اي ان جي تعرف ان اللي في الاول فاعل. جميل جدا. يبقى الفكرتين بتوع المضارع البسيط التكرار والمبني للمجهول. نيجي للنقطه رقم 2، الماضي البسيط. فكرته بسيطه جدا، حدث انتهى في زمن وبيديك الزمن ده يسترداي، حاجه خلصت امبارح، حاجه خلصت امبارح. فيقول لك ساره بلايد، ستادد، وينت، ايت، والموضوع انتهى وراح لحال سبيله، وكل سنه وانت طيب والصحه والسلامه وعيد سعيد رمضان كريم. طيب ايه الفرق بينه وبين عمك الحاج ده؟ الماضي المستمر. بالراحه، فلما نقول مثلا ماضي مستمر يعني ساره كانت بتلعب، ايه الفرق؟ يجي في الماضي المستمر يروح قايل لك حدث انتهى بس مش في زمن بقى، لا في زمنين. يعني ايه في زمنين ده يا مستر؟ يعني هنا هيديك يسترداي تدي له اي دي، يديك يسترداي تدي له اي دي، يديك يسترداي تدي له اي دي. هيديك هنا يسترداي ويروح مزود معاها at 7، هيزود زمنين اتنين. بيقعدوا يقولوا مثلا ده وقت معلوم وده وقت محدد، فالناس بتبدا تتلخبط، بالذات لما يجي هنا واحد يروح سائلني سؤال لولبي moment ago. moment ago ده من لحظه يا مستر، هو مش ده كده محدد؟ ليه ما نجيبوش مع الاي ان جي؟ فمعظم الطلبه بتتلخبط في الحته دي. فلا، بالراحه خالص اهو، سيبك من وقت محدد ومن وقت معلوم يا باشا. لما يديك زمن واحد، خط زمني واحد زي اجو، كلمه زمن واحده اهي. يسترداي كلمه زمن واحده اهي، تختار له اي دي. يديك كلمتين للزمن تختار له اي ان جي. بالراحه، يعني لو قال لك يسترداي وسكت اديله بلايد، لو قال لك يسترداي مورنينج اديله ايه؟ ووز بلاينج، لو قال لك لاست نايت وسكت اديله بلايد، لو قال لك لاست نايت ات 12 اي زمن اديله ووز بلاينج، وهكذا. فلو حدد زمن اديله اي دي، لو حدد زمنين اديله اي ان جي. جميل جدا. يبقى احنا كده عرفنا الفرق بين المضارع البسيط والمضارع المستمر، امتى الفاعل وامتى المفعول، وعرفنا الفرق بين الماضي البسيط والماضي المستمر في الاستخدام. اليتيم اللي في النص ده ملوش علاقه بالماضي قوي، فهنتكلم عنه بسرعه كده. هو اي حدث جاي في المستقبل، اللي هو مثلا تومورو مثلا، فيقول لك ايه؟ ساره ويل بلاي تومورو، ساره سوف تلعب بكره. لحد اولى اعدادي ما كانش فيها اي مشاكل والدنيا كانت ماشيه زبادي في الخلاط، لحد ما تتقابل معاك في ثانيه اعدادي يا برنس وتكتشف ان الراجل ده بيفرع على المستقبل وبيفرع على المضارع. مش فاهمك، بالراحه عليا عشان ما توهش منك. هو يعني ايه مضارع مستمر؟ مضارع مستمر يعني حاجه بتحصل حالا، ناو ات ذا مومنت. فلما نيجي نقارنه بالمضارع البسيط، بلايز بتلعب كتير، بلاينج بتلعب حالا. فين محمد؟ محمد بيلعب حالا في النادي، از بلاينج. فين محمد؟ يوم الاربع، بيروح فين كل يوم اربع؟ بلايز تنس مثلا، بيلعب تنس كل يوم اربع. يبقى لو ده بيلعب حالا، لو ده بيلعب كتير. وهوب يا باشا تخش ثانيه اعدادي ويجي لك الاستخدام رقم 2، الترتيب.
ايه الترتيب ده يا مستر؟ معلش ما تلخبطنيش بالراحه. يعني لما نيجي نقول مثلا محمد ده بكره، اقف بقى هنا، المفروض اول ما تقول بكره تومورو المفروض تقول ويل بلاي، ما فيهاش نقاش، زي الفل انت ماشي صح. الا لو هو حاطط لك كلمه معناها ارينج يرتب. هنا اصبح ان هذا الترتيب مرتبط بالمضارع اكتر ما هو مرتبط بالمستقبل. ابننا محمد مرتب بكره وراح قايل لك كلمه ارينج، هوب يا باشا تروح واخد از بلاي از اي حاجه بقى مع الاي ان جي اللي هو مرتب لها. واحد مسافر بكره لو راح قايل تومورو وقال لك اي ويل ترافل مفيش مشكله. لو راح قايل اي هاف ارينجد انا رتبت كل حاجه، اي هاف بريبيرد انا جهزت كل حاجه، لا يا باشا اي ام ترافلينج، لانه هنا بيتكلم عن ترتيب هو مرتب له مسبقا فبتخش في المضارع المستمر. خلي بالك من الحته دي مهمه جدا جدا جدا. ادي يا سيدي اول 5 افكار. طبعا كان ممكن اكتب الافكار الثانيه تحتها وتبقى صوره وتاخدها سكرين شوت وكده، بس هغفلك زي المره اللي فاتت وامسح. المفروض تكونوا اتعلمت من الفيديو اللي فات. ورجعنا لكم حبايبي ولاد شركتنا مع البارت الثاني، الفرق بين بيكاز وسو وبط والذو. ده تصدق والله جايبه موسيقى، يلا ماشي. بيكاز وسو بط والذو، حلو قوي الكلام ده. المهم نركز في الشرح دلوقتي. ايه الفرق بينهم الاربعه؟ بسيطه خالص. انا دلوقتي دي اسمها روابط، اسمها يا باشا اسمها روابط. بتعمل الروابط دي بتربط. صباح البديهيات، شغل حماده هلال كله جاي لكم اهو. فالروابط دي بتعمل ايه يا باشا؟ بتربط. فبيكاز سو بتربط جملتين ببعض، بط والذو بتربط جملتين ببعض. ولكن الفرق بينهم ان بيكاز بتربط جمله سبب لجمله ثانيه. يعني ايه يا ابني اللي اخرك؟ ليت. ايه يا ابني اللي جابك متاخر؟ بيكاز، ويقول له ترافيك مثلا. فانت لما تيجي تحل وتعمل بيكاز اتاكد هل اللي قدامك ده سبب ولا نتيجه؟ بالراحه لقيت ان هو اداني الفكره راح مديني بيكاز راح مديني السبب. فوالله يا مستر اللي اخرني بيكاز ذا ترافيك، والله يا مستر اللي اخرني لقيت حفره طلع لي منها تعبان، طلعت اجري تفاديته لقيت ست عجوزه قررت اعديها الشارع، فلما عديتها الشارع مسكتها من ايديها مشينا نزلت الشنطه قالت لي شكرا يا ابني وقعدت تدعي لي وافتكرت ام الله يرحمها. وبعدين قعدت بعد كده مع صاحبي رحت ازوره في المستشفى صلت يا مستر الارحام. بعد كده رجعت لك والله يا مستر كل ده كان جاي في السكه غصب عني ما كانش قصدي والله بيكاز، وراح قايل لك ايه اللي اخره. فبيكاز ثم السبب، بيكاز ثم السبب. ولو عكسنا هذا الكلام بقى جبنا ليت وبعدين جبنا ترافيك هتيجي من كلمه سو، لان سو بتيجي مع النتيجه وليس مع السبب. يعني بالترافيك يا مستر جاب السبب الاول ودانا لنتيجه ان انا اتاخرت. يبقى بيكاز عكس سو، يبقى بيكاز بيجي وراها السبب، سو بيجي وراها النتيجه. نكمل. بط والذو عاملين حوار، عاملين قلق، عاملين نوش، ولكن بالراحه خالص هتفهم الفكره. انا عندي دلوقتي مشكله بروبلم وعندي ليها سولوشن، عندي حل. ركز بقى معايا في الكلام ده عشان نلخص الجدل اللي تايه ده. معظم الناس تقول لك بط بتيجي في النص والذو بتيجي في بدايه الجمله، وده كله كلام غير صحيح اطلاقا، لان هي مش قاعده ثابته ان دي في النص ودي في الاول. انا عايزك تركز معايا في الحته دي مهمه جدا جدا جدا. سيب اللي في ايدك، ما تطلعش في مناخيرك، تقطع لي ودانك، لمع لي اسنانك، فنجل لي عينيك، بص لي هنا. معايا مشكله ومعايا حلها، معايا مشكله ومعايا حلها. الذو بتيجي قبل المشكله، الذو بتيجي قبل المشكله. شوف المشكله فين وارمي قبلها الذو. وبط بتيجي بعد المشكله، بط بتيجي بعد المشكله. يعني من الاخر لو خدت الحل وبط وحطيتهم في الاول بط تيجي هنا عادي، ولو خدت الذو ورميتها في النص هي والمشكله والحل جه في الاول كده الذو تيجي في النص عادي مالهاش علاقه. شوف مثلا المثال ده، واحد بيقول لك there وراح قايل لك weren't chairs، ما كانش في كراسي. I sat down ومع ذلك قعدت. بص يا باشا انا عندي مشكله صاحبنا انه ما كانش له كراسي ومع ذلك قعد، فوالله دي المشكله وده الحل. عايز تحط بط هتحط بط هنا والحل بعدها زي weren't chairs but I sat down ومع ذلك قعدت ولكن قعدت. طب هجيب الظروف الاول يا باشا، الظروف زي weren't chairs رغم ان ما فيش كراسي، المفاجاه I sat down قعدت. طب عايز اجيب الظروف الاول، هات يا باشا I sat down في الاول. I sat down انا قعدت الظروف رغم ان there weren't chairs ما كانش في كراسي. الخلاصه الزبادي ركز فيها ان شاء الله جاي في الامتحان سؤال مؤكد، اوعى تتلخبط، بسيطه مش محتاجه اي افكار. الفكره اللي بعد كده الفكره ما قبل الاخيره، خالتك الحاجه اف اللي ورانا في كل حته وجايب لك ليها حالتين، حاله اولى وحاله ثانيه. فانت كل اللي عاوزه تجيب الفاعل تجيب المفعول وتعرف في الحاله الاولى بيبقى شكله ايه وفي الحاله الثانيه بيبقى شكله ايه. if you studied فببساطه لسه شارحين المضارع البسيط والماضي البسيط، فعل فاضي زائد اس، فعل فاضي زائد اي دي قلبت من مضارع بسيط لماضي بسيط. فالحاله الاولى بتبقى مضارع بسيط والحاله الثانيه بتبقى ماضي بسيط. يبقى الحاله الاولى الماضي منها الحاله الثانيه، ثم بنربط بمستقبل بسيط اللي هو will زائد المصدر، وبنربط هنا بالماضي منه اللي هو would زائد المصدر.
يعني لو ذاكرت، خلي بالك بقى، اف معناها يا باشا لو عملت الحاجه ده ايه، شرط اساسي، لو عملت الحاجه ده ايه، الحاجه ديت هتحصل كنتيجه لدي، فالشرط ان دي هتودي لدي، شرط هيودي النتيجه، فبيقول له لو ذاكرت you will pass، لو ذاكرت هتنجح، لو ذاكرت you would pass. ايه الفرق يا مستر، اختار دي ولا اختار دي؟ ما تلخبطنيش، بالراحه. الموضوع ببساطه ان هنا عندك في الحاله الاولى بيبقى مضارع بسيط مع مستقبل بسيط، حاجه بنسبه 90% هتحصل. ابننا ده لو ذاكر نسبه نجاحه 90% هتحصل. بينما هنا حالة 0%، 1%، حالة الخيال والأحلام. يعني بجابلني، يعني لو ذاكرت هتنجح في المشمش، يكاد يكون نسبة مذاكرته صفر، يكاد يكون نسبة نجاحه صفر، يكاد يكون نسبة أي حاجة في أي حاجة صفر، ولكن لازال في 1%. كان في مثال بيجي دايما يقول لك إيه، if I were a bird، ده تخيل. ايه ده يا مستر، انت مش قلت في الماضي المستمر وصل المفرد وير للجمع؟ ايوه، مع حاله اف الثانيه في الخيال بناخد وير مع كله، اي وير ا بيرد، مش واز بتتلغي في الاف، فيقول لك اف اي وير ا بيرد اي وود فلاي، كنت هطير. ايه احتماليه انه يبقى عصفوره؟ كل سنه وانت طيب، بلغده ده ماهوش نافع. لو انا كنت طائر كنت هطير. فببساطه الحاله الاولى بتجيب مضارع بسيط مع ويل، طبعا بيحفظوها العيال بشغل البصمجه، يقول له تلمح ويل تديها فعل فاضي، تلمح فعل فاضي تديها ويل، تشوف وود تديها فعل في الماضي، تشوف فعل في الماضي تديها وود. ولكن انا عايزك تفهم الفكره وتفهم بس الجمله ذات نفسها، اللي هو الحاله الاولى بتبقى مضارع مستقبل وبتعبر عن شيء مؤكد الحدوث بنسبه كبيره، الحاله الثانيه بتبقى ماضي ثم ود وبتعبر عن شيء خيالي يكاد يكون مش هيحصل اطلاقا. بس واخيرا معايا صفات المقارنه وصفات التفضيل، معايا طول، معايا بيوتيفول، معايا جود. دلوقتي عايز اقارن ما بيني وما بين اي شخص، هجيب الشخص اللي هتكلم عنه، هجيب انا تاخد ام، لان طبعا لازم نربط ام طول، ام بيوتيفول، ام جود، كل ده اتشرح قبل كده، ملوش داعي ان احنا نركز عليه، انت راجل بقى في ثانيه اعدادي وكبرت، عايزين نركز على الهدف. انا عايز احول طول بيوتيفول جود من صفه مقارنه لصفه تفضيل. يعني ايه يا مستر؟ يعني نبدا بالمقارنه، عايز اقارن ما بيني وما بين ساره، انا اطول، انا اجمل، انا احسن، انا اروع، انا افضل. لو عايز اقارن ما بيني وما بينها واقول انا اطول، اقول طولر، اقوى، سترونجر، هيلثير، صحي اكتر، سلور، ابطا، فاستر، اسرع، كويكر، اسرع، ثم اجيب من اللي هو الشخص اللي انا اطول منه، I am taller than you، وانا اطول منك، انا احسن منك. طيب لحد ما نتقابل مع الصفات اللي زي بيوتيفول، طول فيها حرف متحرك واحد الاي، بيوتيفول فيها دي 1 2 3 وصباح الفل علينا، تيجي تضيف لها تقول لك لا يا باشا ده حرف كمان متحرك، يبقى كده فيها 4 متحركين، لا ما ينفعش الكلام ده، كده الليله هتزحم. فقال لك لا معلش، انت حط ذان بس ما تحطش حط قبلها يا مور اكثر يا لس اقل. واحد يروح سالني سؤال، يا مستر يعني انت عايز تقول لي ان ديت هي اللي هتطول الكلمه، وكلمه نيمن والتر مايكروسكوبيك سيلكوفليكونيكونيوسيس كل الحروف ده ماهيش طويله، يعني هتيجي على الحرف اللي غرمط هيحطه وهي اللي هتعمل الكلمه طويله؟ والله يا حبيبي بقى ده علماء اللغه، هم علماء اللغه اللي قالوا كده، احنا مش بنجيبش من عندنا، هم قالوا فيها 3 4 حروف متحركه، ما تجيش انت تضيف من عندك وتضيف حرف كمان، هي كده واحفظها كده ما تجرفناها. فالموضوع بسيط خالص اهو، بيوتيفول حط لها مور او ليس، اي صفه طويله، اكسبنسيف، انترستنج، اي صفه اخرها دي او اس، الصفات الطويله كلها حط لها مور او ليس، ما تحطلهاش واكتب زان عادي. ساره او اي ام مور بيوتيفول زان ساره، ما فيش اي مشكله، لحد ما تيجي عند الثلاثه 4 الشاذين، يلا يا عم مش عاجبك الطويله خد الشاذ يا بيه، تيجي تديها جود تقلب معاك ببيتر، يلا يا عم ما فيهاش بقى اي حاجه، تيجي تجيب باد تقلب معاك بورس وتحفظها زي ما هي. تقول لي مثلا ايه اي ام بيتر ذان يو، جت منين بقى بيتر؟ هي جود زي ميكس 2 في 3 في 4، هي لا كل سنه وانت طيب يلا البس. طيب ده صفات قصيره، صفات طويله، صفات شاذه. ده لما يبقى واحد احسن من واحد. طيب نخليه بقى واحد احسن مننا كلنا، هنمسح الشخص الثاني لان هو واحد احسن من الكل بقى، مش هنجيب حد، هنمسح ذان ونحط مكانها ذا، وهنمسح ونحط اس تي. I am the tallest انا الاطول، I am the strongest انا الاقوى، I am the fastest انا الاسرع. نيجي هنا برضه هتجيب ذا عادي مفيش مشكله، بس بدل مور هتخليها موست، وبدل لس هتخليها ليست.
تبقى the most beautiful the most او the least beautiful او ايا كان. وتيجي هنا يا باشا تلاقي نفسك حطيت الاي سي تي فتحولت ل I am the best، وورست تتحول ل I am the worst. وبكده نكون ختمنا الثمان افكار بتوع المضارع البسيط، المضارع المستمر، الماضي البسيط، الماضي المستمر، مستقبل، ثم نقلنا على الروابط ونقلنا منها على المقارنه والتفضيل ونقلنا منها على حالتين اف. وده كان منهج تاني اعدادي كامل. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير، ولو عايز خطه انقاذ لاي مرحله دراسيه تواصل معانا، سيب في الكومنتس او كلمنا على القناه او كلمنا على الخاص. هذا وبالله التوفيق وجزاكم الله خيرا والسلام.